كلام بقى ايه؟ اخد الكرة واشوط، مفيش الكلام ده مع الاجانب، مع المديرين الفنيين بتوع بره مفيش الكلام ده. فالراجل قال لهم معلش يا جماعه انا منحاسه معايا، سيبوني افك بقى القصه ديت وانا اللي عايز اشوط. طبعا اي لعيب هيلاقي زميله بيقول له كده يعني حتى الكرة ما دخلتش هو جري اكن الكرة جت، مش مصدق نفسه. يعني تشوفوا رد فعل قفشه يبين ويلخص كل اللي انا بقوله. الكرة بره وراح يحتفل ان هي جون وعايزها جون وهي هتبقى جون، بس هي الكرة مش كده. الكرة مش كده. الكرة تكابر معاها تكابر معاك، تعاند معاها تعاند معاك، تخليها سهلة هتبقى سهلة معاك. وحتى لو كانت جت جون كان يبقى فيه مشكلة ان هو تعدى على كلام المدير الفني، عشان كده توقع عليه عقوبة 10,000 جنيه. عايز اوريك بس قفشه التخليط اللي لسه ما يسواش يتكلم علينا، الله يسامحك يا بعيد. كان في لوم لسعد سمير على ضربة الجزاء لان يعني لا 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 ما كانش ليها مبرر. لا لا خالص تماما. هو بيبقى رد فعل، يعني رد فعل طبعا ممكن خبراتي سعد مثلا تصور ان هو هيلعبها قدامه لكن هي فاتت، لكن لا طبيعي جدا يعني. امال اعترضتوا عليها ليه؟ الناس اللي طالعه تتكلم برضو في القصه ديت انا بجد يعني ربنا ابتلانا بالسوشيال ميديا دي، اقسم بالله مش فاهم يعني ايه سعد سمير عايز. والله انا بسمع حاجات هو اتقال كده؟ صعبه جدا. طبعا ده اتقال حاجات كتيره جدا مش مصدقها والله، يعني مش مصدق احنا وصل بينا المرحله للدرجات دي يعني. خلي بالك الكابتن علي ماهر اتقال عليه كده، والكابتن حلمي طولان اتقال يعني كل المديرين الفنيين اتقال عليهم كده. ده احنا لما كسبنا في افريقيا قال لك ده كسبانين بالحكم، يعني انت زعلان ان احنا طلعنا في الكونفدراليه مش عارف. فطبعا طول ما انت ناجح طول ما انت ماشي كويس اكيد هيبقى لك في السكه دي. انا عايز بقى الحزق بتاع الاخ عبد الظاهر السقا وعلي ماهر والناس بتوع فيوتشر دول نفس ما حزقوا قدام الاهلي كده ب 10 لعيبه يحزقوا قدام الزمالك. ماتشات الزمالك علي ماهر ما تعادلش ولا مره، كل ماتشاته مع الزمالك خساره. بس بكره نقعد جنب الحيطه ونسمع الزيته.